شهدت تونس خلال القرن التاسع عشر أزمة اقتصادية حادة. انتشار الفقر أضعف المجتمع وزاد من نسبة الجريمة. الديون الخارجية تراكمت بسبب القروض بفوائد مرتفعة. ضعفت الصناعة التقليدية وشهدت تراجعاً ملحوظاً في الإنتاج. كانت الزراعة في فترة تدهور بسبب تقلبات المناخ والاحترازات الصحية. شهدت الوثائق المالية المحلية تضخماً غير مسبوق بسبب ضعف الاقتصاد. تمت عسكرة المدن لفرض الأمن وسط الاضطراب الاجتماعي. احتكر الأجانب بعض القطاعات الاقتصادية، مما أثر بالسلب على التجارة المحلية. خسرت الدولة سيطرتها على بعض الموارد الطبيعية المهمة. لقد كانت الميزانية في عجز تام. وأمام هذا العجز المالي اتبعت البلاد التونسية سياسة الاقتراض من الدول الأوروبية، فأصبحت تأخذ القرض لتسد به قرضا آخر إلى أن أصبحت عاجزة تماما على تسديد الديون. ونجد انخفاض الإنتاج الفلاحي، حيث أهمل الفلاحون الأراضي الزراعية نظرا لكثرة الضرائب على إنتاج الحبوب والزيتون وقلة الإنتاج. أما على المستوى الصناعي فقد تدهورت الصناعة بالبلاد نظرا للمنافسة الأوروبية. أثرت الاضطرابات على النظام التعليمي، مما أدى إلى ارتفاع البطالة. فرضت ضرائب جديدة لتغطية الديون، زادت من معاناة الشعب. ظهرت اضطرابات اجتماعية نتيجة لعدم الرضا عن الوضع الاقتصادي. تفاقمت الصراعات الداخلية بين القبائل والمناطق. لقد اندلعت انتفاضة، وقد شملت هذه الانتفاضة جل تراب البلاد ما عدا أقصى الشمال أين يسكن الباي وأتباعه، فقابل الباي هذه التحركات بالتعسف والقمع. وقد قام بأسر زعماء هذه القبائل مثل علي بن غذاهم الذي أسر سنة 1866 ميلاديا، حيث مات بالسجن في أكتوبر سنة 1867 ميلاديا، وقد قام بجلدهم وتعذيبهم لإخماد أصوات الثائرين. كانت الدولة تواجه تحديات في الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها. تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية زاد من تعقيد الأزمة. ظلت الشعب متماسكا في وجه التحديات رغم قسوة الظروف.